بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايين نتكلم في موضوع مهم جدا وهي نسبة اوبر. زي ما انتم عارفين اي حد، انا مش لازم اجيب لكم سكرينات، اي حد هيخش على الابلكيشن بتاعه لو شغال على اوبر هيلاقي ان نسبة اوبر متغيرة. ساعات تلاقي اوبر واخد 20%، ساعات 50%، ساعات 40%، ساعات 30%. فالنهارده باذن الله عاملين لكم حاجة كده عملناها على الابلكيشن في اوبر. لما يكون معاك رحلة، الحاجة دي هتقلل نسبة اوبر. يعني نسبة اوبر ممكن ما تنزلش للنسبة العادية بتاعتها. زي ما انتم عارفين اوبر اكس بتاخد 25.5%، ده الطبيعي اللي شركه اوبر بتاخده من زمان. اكس صفر كانت 17 خلوها 20%، فالمفروض اوبر تاخد في اي رحله 20% صفر و25% اكس. ده الطبيعي والمفروض اللي الشركه عاملاه من زمان. النظام الجديد ان هم غيروا موضوع النسبه ده، ما بقوش ياخدوا نسبه، بقوا ياخدوا عموله. وكباتن كتير بعتالي المشاكل دي، واي حد هيخش على الابلكيشن بتاعه هيلاقي القصه دي. احنا بقى عملنا حوار جديد النهارده، يعني ان شاء الله هيفيد الكباتن او هيفيد اغلب الناس اللي شغاله اوبر. الفكره كلها في ايه؟ ان احنا دلوقتي عملنا رحله انا وكابتن احمد، طلبني هو على اوبر وعملنا رحله كاني رايح المعادي او كانه هو رايح المعادي وطلبني وكده، وبعد كده غيرنا اللوكيشن في الطريق. طب نعمل ايه الكلام ده ازاي؟ دلوقتي انت بيجي لك رحله عادي جدا، تاخد الرحله تقابل العميل. العميل لو كويس معاك والدنيا تمام تحاول تخليه يغير اللوكيشن على مكان تاني، وبعد كده يرجعه على المكان الاساسي اللي هو رايحه. ده لو انت قدرت تتفاوض مع العميل والدنيا بقت حلوه واتكلمت معاه، انت بتبقى عارف العميل اللي قدامك عامل ايه، يعني هينفع يغير ولا لا. النسبه بتتغير اوتوماتيك على طول. النسبه اوبر بترجع للطبيعيه. لو العميل غير اللوكيشن اكتر من مره، النسبه بتاعت اوبر بتثبت على النسبه الاصليه بتاعتهم. يعني مثلا بياخدوا 20% لو صفر، بياخدوا 25% لو اكس. والكلام ده انا مش بقوله لك في الهوا وخلاص، انا هطبقه لك عملي دلوقتي حالا. والعميل ما رضاش يغير اللوكيشن، سهل جدا. انت عادي بتاخد الرحله عادي زي ما احنا وريناك كده، وبتخش على الرحله. ده الرحله بيبقى معاك، الرحله معايا 32 كيلو. بتدوس على العلامه السوداء اللي فوق دي، وبعد كده بتلاقي علامه قلم تحت على الشمال كده، بتدوس على علامه القلم وتغير. قال لك اي لوكيشن عشوائي، يعني مثلا العميل رايح المعادي بتغير حاجه ثانيه في المعادي غير النقطه اللي هو محددها، حاجه مشهوره في المعادي، قسم المعادي، اي حاجه. مثلا جاي التجمع، غير اي نقطه في التجمع غير اللي محددها العميل. تمام. بعد كده بتقول للعميل معلش هو انت رايح فين؟ بيقول لك مثلا لوكيشن تاني، او مثلا لا ده اللوكيشن غلط. قول له طب معلش انا عندي اللوكيشن اتغير والمكان مش مظبوط، او انت محدد اللوكيشن غلط. اي كلام بقى تقدر توصله. هو هيروح عامل ايه؟ باصص عندك هيلاقي فعلا اللوكيشن غلط، فيروح هو ايه؟ مأكد اللوكيشن بتاعه. يعني العميل بيبقى غير اللوكيشن. اول ما يغير اللوكيشن بتلاقي السعر اتغير عندك في الابلكيشن، وتلاقي الدنيا اتحسبت حاجه ثانيه خالص. والنسبه نزلت شويه. والنسبه نزلت. يعني بص، ادي الرحله كانت جايه لي في الاول اهو 102 جنيه. بص كده رحله اوبر اهي جايه 102 اهو. لا ده 101 كمان، ده كانت جايه 101 ما كانتش 100. انا قلت لك 102 بس هي 101 وقرشين. تمام. ده الصافي بتاعي بعد اي حاجه. واحمد كان عندك كام؟ 100 كام؟ 142. 100 لا 139 في الاول. 139. انا مغير اللوكيشن، النسبه عندي عليت بقت حوالي 107 جنيه. بعد كده راح هو داخل كعميل، يعني انا قلت له مثلا كانه ده عميل، وقلت له مثلا ان الرحله اتغيرت او اللوكيشن بتاعك غلط. اكد على اللوكيشن بتاعك. بص بقى لما هو غير اللوكيشن بقى من عنده اخر تغييره، بص حدد نفس اللوكيشن، المعادي، كورنيش المعادي، وانا كنت محدد حاجه ثانيه في المعادي نفسها، فكان مديني سعر اقل. فبعد كده لما هو حدد اللوكيشن نفس السعر جاله، بس انا جالي كام؟ جالي 110. يعني في الاول شركه اوبر كانت حاسبه على الرحله اللي هي بحوالي 140 جنيه، ليا انا 101. لما اللوكيشن اتعدل مرتين بص كده 110 و56 قرش. يعني كده الرحله ثابته عند العميل. عشان في ناس تقول لي انت كده بتضر العميل، لا انت كده ما بتضرش العميل هو كل اللي عليه بيساعدك ان هو بيغير اللوكيشن. وممكن الناس تقولها له بالطريقه دي ان نسبه اوبر بتعلى، فيا ريت تغير اللوكيشن عشان خاطر نسبه اوبر تقل، او اكد على اللوكيشن عشان نسبه اوبر هتقل معايا ويبقى الرحله بالنسبه لي احسن. بس الرحله عند العميل ثابته. يعني انت كده، عشان في ناس بس بتخش تقول لك انت كده بتضر العميل، لا انت كده ما بتضرش العميل، انت كده بتاخد حقك من شركه اوبر. شركه اوبر بتزود النسبه وبتعليها ل 50% و40%. احنا كده بناخد حقنا من الشركه مش من العميل. العميل ملوش ذنب في القصه دي، العميل ده حد راكب معاكم بس. فبص كده، ده بصراحه انا شايف ان هو انجاز، حاجه الحمد لله وصلنا لها. دي حاجه كويسه، تاخد حقك من شركه اوبر. بص يعني بص حاجه كويسه جدا. نسبه اوبر لو انا كنت مثلا الرحله كانت ب 140 جنيه، لو انا كنت خدت يعني مثلا، تعالى كده نحسبها بالاله الحاسبه، احسبها لك انا بالاله الحاسبه عشان يبقى ايه بالظبط. رحله اوبر مثلا ب 140 جنيه، ده الرحله اللي انا كنت محددها الاول. تمام. في المية على نسبه اوبر كام؟
مدياني 101. هو كان نسبه اوبر مثلا بتبقى واخده في الصفر 20%، المفروض ياخدوا من الرحله دي 28 جنيه. انا كان جاي لي 101 وهياخدوا 28 جنيه، يبقى المفروض الرحله للعميل تبقى عامله 129 جنيه. في عندك كام زياده؟ 11 جنيه او 10 جنيه على الاقل اوبر واخداهم من العميل سك كده من غير اي حاجه. فدلوقتي لما انا عدلت اللوكيشن بقت الرحله كام؟ بقت الرحله عامله ليا 110 والعميل بردك نفس السعر 140. تمام. فكده هنحسب 20% بردك نسبه اوبر المفروض 28 جنيه. فانا خدت 110 و56 قرش واوبر خدت 28 جنيه، كده يبقى 138 و56 قرش، قول 139 جنيه. يعني اديت اوبر 20% وخدوا جنيه. لما ياخد جنيه من رحله ب 140 جنيه منك زياده، احسن ما ياخد منك كان هياخد مني كام؟ 38 جنيه ونص ولا 38 جنيه و90 قرش. فتخيل انت بقى الفرق الكبير اللي انت خدته من شركه اوبر. فالحمد لله دي حاجه كويسه. واهم حاجه في القصه دي خلي بالك ان انت تاخد اللي انت عاوزه من العميل. يعني العميل هو مش طرف في الموضوع، العميل بس بيساعدك ان انت تاخد حقك من شركه اوبر. فحاول تتكلم معاه كويس، تاخد حقك منه ببساطه. لو في حد حلو كده وبيعرف يتكلم والدنيا تمام والعميل اللي قاعد يتكلم معاه قول للعميل معلش اكد على اللوكيشن عشان بس الشركه بتاخد نسبه زياده فعاوزين نعوض النسبه دي بس. فهو العميل هيلاقي الرحله مش هيتكلم معاك طول ما الرحله هي ما اتغيرتش عنده. يعني مثلا لا مثلا الرحله 130 لا 130 بعد كده 140 لا 140 بعد كده. انت مثلا لقيت العميل مش هتعرف تتكلم معاه او واحده ست او محدش هتعرف تتكلم معاه، غيره من عندك وقول لها معلش اللوكيشن بس مش مظبوط، عدلي اللوكيشن او حضرتك رايحه فين، يعني بطريقه حلوه. اهم حاجه في القصه دي الطريقه، عشان في ناس بتدي دبش كده بيروح داخل العميل يتخانق معاه خناق. لا، انت زي ما بيقولوا كده اخد الحق صنعه، والشغلانه بتاعتنا دي صنعه زي اي شغلانه. فانت لازم تتعامل فيها باحترافيه ويبقى دماغك شغاله وبتتعامل بما يرضي الله وشغال صح. احنا كل اللي بنعمله بناخد حقنا من شركه اوبر. شركه اوبر بتبيع لك الرحلات، فانت كده تعدل النسبه وتاخد حقك صح، بس مش عاوزين اكتر من كده. واهم حاجه بقى يا رجاله، كابتن احمد عامل القناه اسمها ايه؟ مواقف مضحكه على اليوتيوب. خشوا بقى واشتركوا معاه في القناه وهينزل بقى فيديوهات عنده بس هو خاص بالمواقف المضحكه، ملوش دعوه باوبر. ولا ليك دعوه باوبر؟ لا يعني انا باخد مضحكه احسن. اوبر هنا في القناه هنا تمام. المهم بقى ادعوا لنا وربنا يصلح الحال ويخلينا نكتشف حاجات احسن، عشان شركه اوبر دي مش نافع معاها اي حل. واهم حاجه لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش الاشتراك في جروب التليجرام. هسيب لك اللينك تحت الفيديو وهسيب لك لينك قناه كابتن احمد تحت الفيديو. وقبل ما تقفل الفيديو صلي على النبي عشان ناخد كلنا ثواب. عليه الصلاه والسلام. وشير فين؟ في كل مكان. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.